مرحبا للجميع. اليوم راح أقدم لكم وصفتين في هذا الفيديو. الوصفة الأولى وصفة معكرونة الكانيولوني باللحم وصلصة البشاميل من ألذ أنواع المعكرونة وطريقة سهلة وسريعة. والوصفة الثانية راح نسوي كيكة الزبادي الصحية بمذاق كريمي. تابعوا الفيديو للنهاية وضغطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبدأ. في مقلاة نضع كمية من الزيت، نحمس البصل، بعد ما يذبل البصل نضيف كمية من اللحم المفروم. راح نفكك اللحم المفروم هكذا. البهارات اللي استخدمتها ملح، فلفل أسود، نعناع مجفف فقط. نضيف صلصة الطماطم فوق حشوة اللحم ونتركها على نار متوسطة ثم نطفئ النار. راح نعمل صلصة البشاميل بطريقة سهلة. أحتاج معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الطحين. نحمس الطحين جيدا إلى أن يتغير لون الذهبي. راح نضيف الحليب بالتدريج وأخلط حتى لا تتكون تكتلات. وراح نضيف رشة من جوز الطيب والملح إضافته حسب الرغبة. نتركها على النار إلى أن يصبح المزيج متماسك. هذه معكرونة الكانيولوني. راح نضيف طبقة من صلصة البشاميل في البايركس. نضع اللحم داخل المعكرونة وراح أصف المعكرونة في البايركس. نضيف الطبقة الثانية صلصة البشاميل. أما الطبقة الأخيرة راح تكون جبن الموزاريلا. راح أغطيها بورق الألمنيوم وأدخلها الفرن إلى أن تستوي. تقريبا أخذت وقت من 45 إلى ساعة. بعد ما أتأكد إنه هي استوت راح أرفع ورق الألمنيوم وأشغل الشواية من الأعلى فقط وأدخلها إلى أن يحمر الوجه. وهذا الشكل النهائي للوصفة. الطعم كلش طيب والمذاق روعة، يعني من ألذ الوصفات السريعة والسهلة وواحد يستمتع وهو ياكلها. أتمنى تجربوها وتكتبون رأيكم بالتعليقات. أول مرة أجرب هاي الوصفة بس راح أعتمدها لأن عجبتني بصراحة. راح انتقل للوصفة الثانية كيكة الزبادي. أحتاج كوب زبادي، بيضتين، معلقتين من السكر، معلقتين نشا الذرة أو نشا البطاطس عادي، ورشة فانيليا. راح أترك لكم المقادير والمكونات في صندوق الوصف. نخلط المكونات جيدا. القوام راح يكون سائل تقريبا، ما يشبه قوام الكيك المتجانس. في قالب نضع ورق الزبدة، نصب خليط الكيك فوق ورق الزبدة وراح أضع كمية من التوت البري. الفرن يكون حامي على 180 درجة ولمدة 35 دقيقة. وهاي بعد ما طلعتها من الفرن راح أتركها تبرد وترتاح قليلا وبعدها أدخلها في البراد لمدة 3 ساعات حتى تتماسك. وهاي النتيجة النهائية بعد ما طلعتها من البراد. أقطع الكيك حتى نشوف قوامه شلون يكون من الداخل. طبعا راح أزين القطعة بمربى التوت وراح نتذوقها وراح أشوفكم شلون القوام يكون كريمي وباردة. يعني طعمها كلش مميز ويعني ورائع. عشان قد ما أحكي لكم ما أوصف لكم الطعم. جربوها وكتبوا لي رأيكم إذا عجبتكم وصفات اليوم. ولا تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك بالقناة. وانتظروني أكيد في فيديو جديد. مع السلامة.